دايما لما بينزل اي فيلم او مسلسل مصري واخيرا بنبقى بنشوف حاجه حلوه، واللي بتحصل كل فين وفين بالمناسبه، نلاقي الفئه الموجوده في حواري شيكاغو. ايه المسلسل الضحك ده؟ ساعات ببقى عايز اقول حرية الرأي يا اخي. قريت الكومنت ده على مسلسل سفاح الجيزة، كان جدا سخيف وممل. انا شفت اول حلقتين والصراحة مش مستاهل ابدا، مجرد مشهدين، مشهد واحد بيسحب امرأة على الارض والتاني مدته 3 ثواني وهو بيقتل صاحبته، حسيت بملل وخلاص. طب قول لي بس، انت عايزهم يعملوا لك ايه اكتر من كده؟ يعني يقتل نص سكان مصر 50 مليون نسمة عشان حضرتك ما تحسش بالملل؟ ناهيك ان هي قصة حقيقية فعلا، فيعني انت كنت عايزه يقتل ناس اكتر من كده ولا ايه؟ يعني ده مسلسل عن قاتل متسلسل، فاكيد الاحداث عن جرائم، والقاتل بيمهد للجرائم دي، وبنشوف بناء للشخصيه، بنعرف صفاته، هو طيب او مدعي الطيبه. بيبدا المخرج هادي الباجوري في مسلسل سفاح الجيزه ان هو يعرفنا بجوانب الشخصيه دي، الدوافع اللي بتحركه ناحيه الجرائم اللي بيعملها، وبنبدا بقى واحده واحده نشوفه هو بينفذ الجرائم دي في وقت قليل نسبيا. ما هو برده مش هيقعد نص ساعه بيقتل في واحده يعني يا صديقي. طب نسيب بقى كل ده ونشوف الناس اللي شايفه ان المسلسل ده ممل، بعيدا ان الحلقه ما وصلتش لساعه حتى، والكومنت ده كان بعد حلقتين بس من نزول المسلسل. وطبعا في كذا حد بيقول ان المسلسل ممل. لازم تركز في التفاصيل عشان تعرف هل المسلسل ممل ولا انت ما خدتش بالك من التفاصيل دي، فانت مش بتشوف غير جرايم بس، فاكيد المسلسل هيبقى ممل. ولو انت شايف ان المسلسل ما فيهوش تفاصيل، انت ما شفتش مراجعتي للحلقات ولا ايه؟ المشاهد اللي اول مره اشوف مخرج مهتم بيها وتفاصيلها في المسلسلات المصريه، يعني مش اول مره يعني، بس نادرا لما بشوفها. عامه المسلسلات اللي بتتكلم عن قاتل متسلسل زي سفاح الجيزه وجيفري دامر وبلاك بيرد ومايند هانتر وديكستر ومسلسلات تانية، انت ممكن تقول على سلبيات كتير قوي في المسلسل، بس اصعب حاجه تقولها ان هو ممل. ده حرفيا كل شويه حدث جديد وجريمه بتحصل بتبين نضج شخصيه القاتل وكمان تطور الاحداث، الاتنين بنفس النسبه. فانا بصراحه ما فهمتش الكومنت ده خالص. انا نسيت اقول لكم ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، تقريبا اول مره انسى اقولها في اول الفيديو. فعايزين الفيديو ده كده يوصل 3000 لايك، وتعالوا نكمل كلام عن سفاح الجيزه وجيفري دامر، الاتنين يعتبروا وجهان لقصه واحده. الشخصيتين اللي معانا عندهم مشاعر وكمان دوافع للجرائم اللي بيعملوها، حتى طرق التخلص من الجثث فيها شبه كتير من بعض، مع اختلاف طبعا ميول جيفري دامر وسفاح الجيزه. قذافي فراج كان بيقتل عشان مصلحته، لكن جيفري دامر كان اظن انتوا فاكرين من ردود فعل الناس على مسلسل سفاح الجيزه انه من افضل مسلسلات شاهد، وده من اول حلقتين بس. نادرا لما الناس تحب مسلسل من اول حلقتين ويبداوا يعملوا عليه فيديوز ويستخدموا الساوند بتاعه، فده يبين فعلا ان مسلسل سفاح الجيزه جه على قد التوقعات، وانا كنت شايف انه هيعمل الضجه دي اول ما ينزل. احنا كمصريين يعني بنعشق قصص القتل، ما تفهمش احنا فينا حاجه غلط ولا ايه؟ بس دايما لو بصيت على اي حد بيقدم محتوى، خصوصا اللي بيقدموا قصص الرعب، هتلاقي دايما الناس متفاعله معاه. ما بالك بقى لو قصه حقيقيه الناس سمعت عنها وعاشتها، مش بعيد الراجل ده في يوم من الايام كان ساكن قريب منك او انت شفته، فده خلى الناس متحمسه اكتر للمسلسل. واللي مع اول حلقه شفنا النتيجه، ان بتقول ان ده مش مسلسل مصري، هو قصه مصريه بس بجوده محترمه، كانك بتتفرج بالظبط على مسلسل اجنبي. الكومنت برضو اللي لفت نظري، يعني احمد فهمي اذا مسكاس، من زمان واحمد فهمي ظالم نفسه بادوار كوميديه، ما نجحش غير في كام فيلم او مسلسل منهم يتعدوا على الصوابع: سمير وشهير وبهير، الحرب العالميه الثالثه، ورقه شفره، الكويسين، ومسلسل ريح المدام. اكتر ممثلين بيكونوا في ريسك لما ياخدوا دور لقاتل متسلسل هم الممثلين اللي بيقدموا ادوار كوميديه. هم احتمالين، يا اما الممثل ده هينفجر، يا اما هنشوف اداء قمه في العبط. عندنا اشهر مثال جيم كاري، هو ما قدمش دور قاتل متسلسل، بس مين كان يتوقع ان الممثل اللي عامل فيلم دام اند دمبر هيطلع باداء قوي دراميا في افلام تانية زي ذا ترومان شو وإترنال سانشاين اوف سبوتلess مايند. ممثل زي ستيف كاريل اللي اتعرف من المسلسل الكوميدي ذا اوفيس. I'll ask you anything ever, so whomever's name is Toby, why don't you take a letter opener and stick it in your... واللي هو من افضل المسلسلات الكوميديه بالنسبه لي، يعني اذا ما كانش الافضل. لو شفت له ادوار تانية في فيلم مثلا زي فوكس كاتشر، ده كانه شخص تاني مش هو خالص. روبن ويليامز مثلا اللي اتصنف كممثل كوميدي، دوره في فيلم جود ويل هانتنج وكمان فيلم ديد بوت سوسايتي. فهي دي بقى الفكره اللي انا بحاول اوصلها، ان احمد فهمي كان في ريسك، وانا شايف ان بعد 4 حلقات من المسلسل فهو عنده البوتنشال ان هو يقدم افضل دور في مسيرته كلها. هو مش ميسكاست، يعني انا بحترم رايك او رايك وكل حاجه، بس مختلف معاه طبعا. الكومنت ده احمد السقا، لكن احمد فهمي لا. محدش يقدر ينكر ان احمد السقا من اهم الممثلين في السينما المصريه، بس انا بصراحه مش شايف انه هيقدر يقدم دور قاتل متسلسل لسببين. الاول هو ان احمد السقا وشه مألوف قوي للناس، يعني تحس واحد صاحبك جدع كده ما بيطلعش منه العيب، مش هتصدق انه قاتل متسلسل. السبب الثاني بقى ان احمد السقا اخر كام سنه يعني حرفيا ما شفتلوش فيلم عادي، وده بصراحه يعني انا لا هطبل لاحمد السقا ولا احمد فهمي، انا كده كده مش مستفيد، بس هي دي الحقيقه. احمد السقا مستواه تراجع، ومش هو
لوحده الجيل كله. نيجي لمسلسل جيفري دمر اللي كان بيقدم لك شخصيه انت كانسان عندك قيم ومبادئ مستحيل تتعاطف معاه، بس في نفس الوقت بتتعاطف مع النسخه الاصغر منه، ازاي اتربى وازاي عاش حياه اسريه تعيسه. ممكن تلوم اهله ان هم ما قدروش يربوه بالطريقه الصح، وده كان السبب ان هو يكون الشخص اللي احنا شفناه في المسلسل اللي كان فيه اكتر من خط زمني، وده برضه موجود في سفاح الجيزه. بس الطريقه اللي هادي الباجوري بيحاول يبين لك اسباب اختلال قذافي عقليا مثلا هو الحاضر بتاعه. في اول حلقتين بنشوف علاقته الغريبه مع امه اللي قدام الناس بتقول ان ابنها ده احسن واحد في الدنيا ما بيطلعش منه غلط، وبتدافع عنه بص كانه ملاك. بس لما بيبقوا لوحدهم بنشوفها بتعايره وبتسيطر عليه نفسيا وبتكلمه باسلوب الاستعباد. يعني في الحلقه الاولى مثلا حرفيا الراجل قاعد يعني ما بيعملش حاجه، قالت له افرد ظهرك. حاجات زي دي بسيطه بس بنشوفه بيقول لها حاضر وبيخضع لها بكل سهوله. الرضوخ لاوامر امه اللي بيحاول يرضيها باي شكل سواء كان طلب بسيط او حاجه كبيره. وبعد كده بقى بدانا نشوف الفلاش باك، البهارات اللي اتحطت على المسلسل اللي انا ما اتوقعش ان هي فعلا حصلت، بس هم لازم يضيفوا الحته دي، لازم يضيفوا جزء بسيط كده للشخصيه بحيث ان انت ممكن تتعاطف معاها. بس في الاخر طبعا هتكتشف ان هو قاتل متسلسل وتعاطفك ده يعني هيموت هيروح لحاله. بس هي دي انا بسميها البهارات اللي بيحطوها على اي مسلسل بيتكلم عن قاتل متسلسل وقصه حقيقيه. اصل ازاي هيعمل لك واحد بيقتل وما حصلوش حاجه وهو صغير، محدش حضنه مثلا؟ الدوافع اللي بتحرك سفاح الجيزه في المسلسل هي مصالح. قرر مثلا ان هو يقتل البنت اللي كانت بتحبه عشان يقدر يلبس الجريمه لصاحب المصنع اللي بيعتبره زي اخوه الصغير وبيثق في كل الكلام اللي بيقوله. والحاجات دي بتثبت لنا ان المسلسل مش ماشي باحداث القصه الاصليه، بس زي ما قلت لكم فهو هيضيف شويه البهارات كده عشان القصه تكون ممتعه للي بيتفرج. انا بكره الاستسهال والدراما الرخيصه، بس لما بتنجح بعترف. جعفر العمده مثلا حرفيا انا بسميها دراما الموسم. يبقى قابلني لو حد راجع يتفرج على جعفر العمده ده مثلا بعد سنه ولا اتنين، او حد هيتفرج عليه دلوقتي. المسلسل حرفيا كان نازل عشان الناس كده كده في شهر رمضان قاعدين ما بيتفرجوش على اي حاجه، اعمل لهم اي مسلسل 30 حلقه بس تكون النهايه سعيده. البطل بينتقم بقى ونهايه ملحميه، بيكتشف ان مراته بتخونه، يبقى غني، يتجوز البنت اللي بيحبها. كملوا انتوا بقى عشان حرفيا حفظت السيناريوهات اللي بنشوفها في مسلسلات رمضان. اما مسلسلات بقى زي كل اسبوع يوم جمعه، ما وراء الطبيعه وغرفه 207 ما بياخدوش نفس الضجه بتاعت المسلسلات اللي بتنزل في رمضان، اللي حرفيا ما بتقدمش لا اي افاده ولا اي قصه جديده. يمكن يوسف الشريف هو الوحيد اللي بيقدر ان هو يعمل اعمال تمثيليا مش الاقوى، بس كفكره الراجل بيعرف يختار قصص دايما بيكون هو اول واحد يعملها في مسلسل. وده يجيبنا الكومنت، انا كنت شايف ان يوسف الشريف هيكون احسن بدل احمد فهمي، مش عارف ليه الناس مش عاجبها اداؤه، مع اني شايف ان الشخصيه فعلا لايقه عليه. يوسف الشريف ممثل بيعرف يختار ادواره، بس بيطلع تقريبا بنفس الشخصيه في كل مسلسل بس باسم مختلف. ده مش تقليلا منه ابدا، زي ما في ممثلين بيقدموا اداءات عظيمه بس اختياراتهم مش الافضل، فده يثبت لك ان اختيارات الممثل سواء حلوه او وحشه حاجه، وقوه اداؤه لما تحطه في دراما او في شخصيه سايكوباتيه مثلا حاجه تانية. يعني ممكن بعد مسلسل سفاح الجيزه ما ينجح عادي نرجع نلاقي احمد فهمي بيقدم نفس ادواره الكوميديه وكاننا ما عملناش اي حاجه. عشان كده عادل امام مثلا واحد من اعظم الممثلين في تاريخ السينما المصريه كلها، استمراريه مش طبيعيه. يعني مره بيقدم دور كوميدي، مره بيقدم قصه واقعيه، دراما فيها جانب كوميدي، بس في تنوع في الاختيارات. دلوقتي احنا في موجه الافلام الكوميديه الهابطه اللي لازم تلاقي في الاعلان يا اما رقاصه ده اولا، ثانيا افيهات مسروقه من الفيسبوك، وبوستر للفيلم والممثلين واقفين عليه عاملين رياكشن نصوحي وهو بيفتح باكجات فيفا. انما قصه هادفه فيها كوميديا حلوه نادرا ما بنشوفها. يعني المفروض ده العادي، لا احنا بقينا تحت العادي. بس سفاح الجيزه فكره تستحق ان احنا نديها الدعم. اما بقى عقده الخواجه وان اي حد يعمل مسلسل مصري ومثلا الناس تقول عليه حلو يبقى خلاص لازم يبقى متقلد من مسلسل اجنبي، زي سفاح الجيزه بيقلد مسلسل جيفري دمر. ازاي والاتنين من قصه حقيقيه؟ ولا هم بره خلاص احتكروا اي قصه بتتكلم عن قاتل متسلسل او مجرم مختل عقليا؟ بس انا شايف ان مسلسل سفاح الجيزه بيحاول ولحد دلوقتي فهو ناجح، ومش لازم يا جماعه نكسر مقاديف، لان لو ما نجحش هتلاقي المنتجين بقوا يلعبوا في المضمون ويعملوا لك المسلسلات ال 30 حلقه في رمضان. وكسبني يا ابني من الاعلانات اللي بتبقى اكتر من الحلقه نفسها وبس، على كده تعشى. مرارتي ما بتستحملش الكلام ده والله. ما كنتش عامل الفيديو ده لان في ناس كتير برضو مبسوطه بالمسلسل، بس بعض الاراء استغربتها وحسيتها متكرره على اي فيلم او مسلسل مصري حلو. بس المهم يعني هو رايك انت في سفاح الجيزه، هل احمد فهمي لحد دلوقتي نقدر نعتبره كسب الرهان زي ما بيقولوا ولا لا؟ فمستني رايكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لو دي اول مره تشوفني، وحابب ان انت تشوفني تاني ممكن تشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان خلاص القناه اخيرا قربت على ال 100,000 سبسكرايبر، فاتمنى يعني ان احنا نوصل القناه للرقم ده قبل نهايه السنه. ده كان كل اللي في الفيديو النهارده. انا علاء اسماعيل نونز موفي هاسلر. ما تنساش ان انت تعمل لي فولو على الانستجرام، بنزل هناك تقريبا فيديو كل يوم. لو عندك اي سؤال ابعت لي. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.